يا صباح الخير. معكم كريمة، مرحبا بكم في لاشين تاعنا ذكامي دي زد. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل لاباس وانتم تشوفوا في الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. كما شفتوا من العنوان الفيديو تاع اليوم راح تكون شويه متنوعه، راح نعطيكم جرعه تحفيز، نديروا شويه تنظيم وشويه تنظيف، وراح ايضا نشارك معكم الخرجه اللي خرجنا، فابقوا معنا للاخير ويلا نبداها مع بعض. لهنا كما راكم تشوفوا نوض صباح جويه 7:30 8 هكا. هوت مباشرة لتحت باش نطيب القهوة. لهنا الناس تاعي كانوا مازال ما نعدوش، تقهويت انا والزوج. هي صراحة موالف كي نوض صباح بكري قبل الفجر ما يبغي يشرب والو، صافي ما نطيبلاش، ولكن يعني كيما نوض بكري نوض صباح ونطيب القهوة ونتقهوى انا وياه. وكان نصيحة يعني الكثير من الزوجات تخلي الزوج تاعها يخرج الصباح هكا بلا قهوة، ولا غير عيب، يعني هو مسكين خارج باش يخدم ويجيبلك لقمة العيش وانت راكده، يعني على الاقل نوضي معاه صباح، طيبي له القهوه، حطي له حاجه معاها شابه ياكلها. يعني هادو ما راحش يكونوا كما نقولوا مجهود كبير. معليش سيرتو اذا كنت ساكنه وحدك تقدري تطيبي له القهوه وترجعي ترقدي، وخصوصا اذا كان ما يجيش يفطر، يعني راه عندك الوقت ماشي حجه. هكا على الاقل يحس بلي راه كاين فرق بين الحياه العزوبيه والحياه الزوجيه، ويحس بلي جاب مرا وعليها الكلام. يعني صدقوني كي تكوني هكا طرف الكسول في العلاقة الزوجية ممكن راح تبدأ تدهور العلاقة الزوجية ويحدث فتور عاطفي. فهذه انك تنوضي صباح طيبي للزوج تاعك القهوة يعني من ابسط الامور. حاولي دايما هكا تجتهدي، وفي صلاتك ادعي قولي اللهم يا ودود ارزق الود بيننا، وراح تشوفي ان شاء الله حياتك فاش راح تتغير للافضل. لهنا بعد ما كملت طلعت كان عندي ميناج، فقلت وعلاش لا ما نشاركش مع البنات هكا باش نحفزهم شويه. وكان عندي شويه خمير وتفريز، كنت كل مره نقول نديرهم بعد نقول لا خلي حتى نصور مع البنات هكا بشويه نحفزهم ينوضوا يهندوني. المهم يعني في نفس الوقت راح ايضا نتكلموا على المواضيع اللي طلبتوها مني وشفت باللي مهتمين بها. فالموضوع الاول راح يكون كيفاش تكوني هاديه، والموضوع الثاني ان شاء الله راح يكون بعض الاساسيات في تربيه الاطفال. يعني أول حاجة واللي هي قبل الزواج دايما نشوفوا الكوبل في مرحلة الخطوبة يوروا غير الجوانب المليحة لشخصيتهم، وهذه كامل نعرفوها يعني، ويحاولوا يتجملوا، ولكن أغلبهم في بعض الأحيان يتغيروا بعد الزواج مباشرة. ومادام أنا معايا البنات يعني فراح يكون تركيزي على البنات، وبليز البنات ما تقوليش هما يعني كما قلت لكم انا مادام معايا البنات فراح نحاول نوعي البنات خصوصا المقبلات على الزواج، وهما تجيب لهم ربي شكون اللي وعيهم. المهم يعني كاين بمجرد ما تعرف انها خلاص تزوجت كما نقولوا ضمنت الراجل، تبدا توري في مساوئها، ونقدروا نقولوا تطلق كامل وتقول بلي خلاص يعني اللي كنت نحوس عليه راني ديته. وهنا تقع في فخ انه تصدم الزوج. فعلاش تتغيري؟ بقاي بالحاله اللي كنتي عليها وكنتي شابه بيها، حتى كنتي تتصنعي معليش كملي بها حتى تنطبع فيك. يعني واذا ماركيتو البنات اغلب النساء المتوسطات الجمال يحبوهم ازواجهم، وتقدروا تبشروا باللي زواجهم ناجح. علاش؟ لانه هي تشوف ممكن باللي راه عندها نقص واللي هو الجمال، فتحاول دائما تكون انيقه، يعني تصرفاتها رقيقه، سلوكياتها يعني دائما تحاول تخليه منبهر بها، وتحاول تفاجئه وما تخليش كامل يمل منها. عكس
تكون فائقة الجمال، تحسب اللي جمالها راح يخدم عليها تطلق كامل وترجع ممكن غير مبالية لا تصرفاتها لا شكلها إلى آخره. فهذا راح يخلي للأسف مع الوقت الزوج يمل منها. فدايما البنات حاولوا أنكم تغيروا. مثلا اليوم يدخل يلقاك تصلي، مرات يدخل يلقاك تقري في كتاب، مرات يدخل يتلقاك حاطه صحن فواكه ودايره اجواء روحك وتتفرجي يعني ومستمتعه. هذا الشيء راح يخليه ينجذب ليك ويعرف باللي عندك عالمك الخاص. المهم البنات نرجعوا لموضوعنا اللي هو الهدوء. الهدوء هو قرار البنات. نعرف باللي ضغوطات الحياة اللي تعيشيها ممكن تأثر عليك، خصوصا أنه رانا عايشين في عصر السرعة، لكن ديري في بالك لو كان ما ترأفيش بالجسم تاعك بحالتك النفسية ما كان حتى واحد راح يرأف بيك ولا يشفق عليك. على بالكم باللي كي تعيشوا في توتر راح الجسم تاعكم يعطي أوامر للداخل باللي راهي كان حالة طوارئ، وهذا راح يؤدي إلى زيادة الضغط اللي ممكن ما راهش ضروري. فمثلا انت تخدمي في الشغل تاع الدار، علاش تتقلقي في عاودي ديري قرآن أو بودكاست وتخدمي وانتي مستمتعة؟ لا، تخدمي وانتي مقلقة ومضغوطة وفي الآخر نتيجة واحدة، يعني انتي مكملة. علاش عليك القلق؟ وحاولي أيضا تاكلي غير بشوية. سبحان الله كاين اللي ياكل هو واقف وبالخف تحسه مخنوق، يعني وهذيك الماكله ما راحش تنهضم مليح، في عود ما تولي نافعه راح تولي ضاره كالسم. فحاولي دائما تركزي على التنفس وعلى عمليه الشهيق والزفير، وتركزي على البطن تاعك. يعني حتى وانتي تخدمي في الشغل تاعك ركزي على التنفس، هذا راح يخليك تعيشي لحظه الان وراح يخليك تكوني هاديه. والبنات كاين واحد الغده اسمها الغده الكظريه، ممكن بزاف يعرفوها، واللي ما كان تاعها فوق الكلى، واللي وظيفتها انها تنظم استجابه الانسان للضغوط وتفرز واحد الهرمون يسمى بالكورتيزول. يعني تخلي الوظائف يخدموا بالخف لانك انت راك في حاله توتر. ولكن هاد الغده الكظريه تتعب، فيسبب لك صداع، يسبب لك ارهاق، مشاكل في الجهاز الهضمي لانه لا يتم الهضم فيحدث الامساك. فكحلول يعني حاولوا انكم تنظموا النوم تاعكم، حاولوا ايضا تركزوا على التنفس كما قلت لكم، حاولوا تبعدوا على مصادر التوتر. يعني حتى الناس يسبوا لكم التوتر ما تسمحوا لهمش ياثروا عليكم لانه صحتكم بزاف غاليه. والان راح ننتقلوا للموضوع الثاني واللي هو التربيه. كاين بزاف امهات يعانوا من عناد ابنائهم، يعني ما يسعفوهمش ما يديروش عليهم، ولكن في اغلب الاحيان هذاك العناد اخذه منك. كيفاش؟ على خطره في الدرس قلنا الاستاذ كي كان في العياده جات الام مع الطفل تاعها صغير تشكي انه عاني، فساله من وين تعلمت هذا العناد؟ اشار بالاصبع تاعه نحو امه، فاستغربت الام خصوصا يعني بعد ما قالها انت السبب في ذلك. تكون نقول لكم كيفاش يتكون عناد وكيفاش راح يكون الحل. اولا كما تعرفوا الاطفال يولدوا صفحه بيضاء ويكون عندهم قوه كبيره لانه علاه فيهم نفخه من روح الله، والله قوته اعظم سبحانه وتعالى، فيجي لهذا الكون بهذيك القوه الرهيبه ويشعر انه قادر على كلش. على هذيك نوعا ما نشوفوا عند الاطفال هذاك الريسك اللي ممكن يفقدوه مع تقدم بالعمر. فكنتي دائما تحاولي انك تبعديه او تسكتيه او تهمشيه راح يكون عنيد. يعني واحد المره كي كنا في الدرس قلنا له يعني الاستاذ كان خلو الطفل يكتشف ويكون هذوك الخبرات ممكن يأذي نفسه، فكيفاش يكون الحل؟ قالنا بلي لازم في التربيه تستعملوا الحنكه. قلنا ممكن تحطوا الابريق اللي هو سخون، يعني كل مره يبغي يلمسه باش يكون هذيك الخبره، وكل مره تمنعه الام ولا اي احد من الافراد. وراكم عارفين اصرار الاطفال، يعني يبقاو كل مره يحاولوا وما يكرهوا ما يملوا. فهنا كي تستفزي فيه يعني بطريقه غير مباشره، قلنا تخيلوا نفسكم مكانه، اش راح يكون شعوركم؟ اكيد راح تكون العناد. لأنه فممكن تحطوا الابريق شويه دافي وتخلوه يلمسه، فراح يكتسب خبره وراح يعرف باللي هذا خطر ويحرق وما راحش يرجع له مره اخرى. والان نروح للنقطه الثانيه واللي هي حاجه الطفل للتقدير. ما تستغربيش كي نقولوا التقدير. في نظريه ماسلو للحاجات الانسانيه حط هرم، ومن بين حاجيات الانسان يعني بعد الاكل والشرب والمسكن اللي هما ضروريين بطبيعه الحال يجي تقدير الذات. على بالي غادي تقولي باللي طفل صغير شي يعرف الى راني نقدره ولا لا؟ اكيد يعرف. يعني حتى الحيوان جربي تتكلمي معاه بصوت حنين وخافت كيفاش راح يجي لعندك، وترفعي صوتك وتغيري ملامحك كيفاش راح يهرب منك او حتى ممكن يهاجمك. فالطفل يبغي تعامليه وكانه انسان كبير وذو قيمه. حاولي انك تغيري معاملتك معاه وراح تشوفي النتيجه. مثلا كي تكونوا في جماعه وهو يجي يتكلم ما تقوليلاش اسكت ولا تحشمي من جماعه، يعني صحة ابنك النفسيه
اولى من اي نقاش ومهما كانت قيمه هذيك الجماعه. يعني بالعكس كي راح انتيا تخليه يتكلم راح تبيني بلي انتي حضاريه وام متفهمه. شوفوا مثلا في الدول الاجنبيه ابنائهم كيفاش عندهم هذيك الفصاحه، كيفاش عندهم هذيك الشخصيه القويه. علاش؟ لانه كي يكونوا في جماعه مثلا ويتكلم وبلفته من الام راح تخلي الجماعه كامل تركز معاه. فمثلا تقول شوفوا شوفوا شكون غادي يشاركنا رايه، حتى هو هنا راح يتعلم يهدر. علاش؟ لانه رجع تحت الانظار. اكيد اذا غلط انت راح توجهيه يعني بطريقه يعني سليمه بلا ما تخليه يحس بالخجل امامهم. فدائما الوالدين هم قدوه، على هذه لازم هم يكونوا اسوياء باش اطفالهم يكونوا كذلك. فكان مثلا تنهيه على فعل وهي اللي تقوم به، مثلا تقول ما تكذبش وهي تكذب. او بطريقه اخرى كما خطره قلنا الاستاذ، يعني ممكن الطفل يغلط ولكن هي تبقى تضغط عليه باش يقول الحقيقه حتى تحشره في زاويه تخلي هذاك الطفل يخترع كذبه ومن بعد ينفد منها ويرجع يعتمد على هذا الاسلوب كاسلوب نجاة. وهذا الشيء انت سبب فيه لانك انت خليتيه يتعلمه. وكاين تقول لك يعني الطفل تاعي يتحرك بزاف او كثير الحركه، يعني في رايك الطفل يبقى في بلاصه وما يتحركش كامل هذا طفل عادي؟ فارحميه وكوني مكانه. روحوا لاخر نقطه اللي هي الضرب. كاين مواقف يحتاجوا حوار مع الطفل تاعك، كاين مواقف يحتاجوا عقاب، ولكن بعض الامهات ما تعرفش تعاقب، او حتى تعاقب بطريقه تخليه يحس او يشعر بالدونيه وبالتقليل من كرامته او انه منبوذ. فدائما لازم يكون العقاب على حسب الفعل. وكما تعامليه انتيا راح يعامل الاخرين. اذا عاملتيه انتي بحب راح يتعامل مع الناس بحب، اذا عاملتيه بقسوه وبشده راح يتعامل كذلك. اكبر دليل على ذلك واحد التجربه دارها واحد العالم على طفلين يعني ما عندهم حتى خبره، وضعهم في غرفتين وعطاهم لعبه وخلاهم يشوفوا مشهدين. الاول شاف مشاهد عنف فراح مارس العنف على الدميه تاعه، والثاني شاف مشهد انه يلعبوا مع دميه فمارس الشيء اللي شافه. يعني الاطفال في هذيك السن صغيره يتعلموا غير بالملاحظه وباللعب وبالاستكشاف، فكون جاو يتعلموا بالهضره كانت راح تكون حاجه عظيمه وبزاف سهله. فارحموهم يرحمكم الله. ولهنا تجي اجمل مرحله واللي هي كي نكملوا ونعطروا يا مزيان نبقى لو كان يبقى، ولكن للاسف والله ما يبقى. ولهنا مع العشيه هو تحت عندها جوستي باش نطيب العشاء. وبزاف بنات قالوا لي الخطره اللي فاتت عطينا الوصفه تاع اللوبيا، يعني بالخف توجد في وقفه نديروا البصل يتقلى مليح مع اللحم ومن بعد نزيد الثوم ومن بعد نحط اللوبيا الخضراء ونحط الحمص. بالنسبه لي زيبيس ندير شويه ملح شويه حرور وشويه كركم ونمرق بالماء سخون. ممكن نزيدو شويه زعفران ونقفلوا عليها، وبيان سور نجيو نغسلو الطحين تاع القهوه بلا ما ننساو. صوني البنات والله غير صعيبه كي نبقى نفيلمي لكم لتحت، صعيبه بزاف يعني ماشي كيما كي نكون في ايطاجي يعني الفوق نكون براحتي وكيما نقولوا نقدر نتحكم في المكان، ولكن لتحت راكم تعرفوا يدخلوا يخرجوا ممكن الاصوات الى غير ذلك. ف على هذه يعني نكون بزاف نديرونجي كي نفيلمي لكم لتحت. المهم لهنا درت شويه فلون يبغي بزاف شيخي، وتقريبا العشاء كان قريب يوجد فزدت رافقتها مع لي فريت ووجدت سلطه كما شفتوا، والحمد لله على نعمة كريم. لهنا كما راكم تشوفوا يعني حاولت ندير سهرة جد بسيطة. المهم غير بالشي اللي كان كاين حاولت هكا نقدمهم بريزونطابل، وكان كاين شويه ديسير كان كاين شويه مايس والحمد لله على نعمة كريم.
ومن هذا المنبر نشكر جميع الامهات او جميع الزوجات اللي هكا دائما دايره نهار في الاسبوع ولا تحاول هكا تكسر فيه لا روتين وتبدل شويه، فانتن ماجورات على ذلك. واعذروني البنات اللي ما هدرت بزاف، ان شاء الله ما تكونوش مليتوا مني. خليكم على فيديو. Luigi, make yourself known. You just moved in. No, I didn't. Stop playing games with me, guys. Seriously, do not. ولهنا الغدوه من باك كان نهار بزاف شباب، والزوج كان عنده خدمه في تموشنت وقال لي يلاه معايا، يعني منها نخدمو منها نحوسو. فحاولت يعني هكا نصور لكم مقتطفات من ولاية تموشنت وشوارعها. يعني دايما البنات حاولي انتي والزوج تاعك يكون عندكم انشطه مشتركه، حتى تتفرجوا هكا على فيلم كيف ولا تخرجوا مع بعض، راح يكون عندها فرق وراح تعطوا للعلاقه تاعكم نفس جديد وتحسوا بهذاك التغيير. كما شفتوا هاد لابيشري جايه في بني صاف وجايه لداخل في البور، وفيها واحد الاطلاله ساحره تقولك في اسطنبول. قلت لها تقول راني في مسلسل تركي. سيرتو مع دوك الاصوات تاع طائر النورس، يعني صراحه جو يهبل. وزيد هاد الخرجه يعني جات في وقتها، حسيتها غيرت لي شويه من النفسيه تاعي، ويعني والمكان يفتح النفس صراحه. المهم دروك نجو للصح، يعني ماشي غير المكان اللي شباب، يعني حتى الحوت نتاعهم بزاف بنين وموان شير. ايماجينو يعني دينا دو سوب دو بواسون ودينا سلطه كما شفتوا ماسيدوان، وانا ديت طبق تاع سردين وهو دا ميلونج، ودينا بوراك وكنت خايفه شويه لا ما يعجبنيش. ولهنا راني ناكل فيه غير انا عجبني، جاي البنه تاعه كيما شيبس. المهم هادو كامل نورمالمون جاونا 400,000 موالف في وهران، جونا بلوس يعني اقل من هكا، جونا 600,000 حتى 700,000 هكا. بغيت نفيد البنات اللي ممكن هكا يبغوا يجوا ولا يبغوا يبدلوا، هكا قلت نفيدكم بالاسعار. المهم بعد ما فطرنا وكملنا قلنا نهودو شويه نتمشوا. خليكم على فيديو. بعد ما كملنا زدنا فتنا على البحر، وهذه هي بني صاف. المهم حتى لهنا البنات كون خلاص لا فيديو تاعنا، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وبدلتوا معايا. واذا عجبتكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بالجيم والكومنتير والبارطاج. تهلاو لي في رواحكم. سلام.